السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا في تاني فيديو على قناتي يوميات بناتي لأحلى الوصفات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الفانيليا بطريقة حلوة جدا بمكون هايل بمنتهى السهولة. هتنجح معاكي لو انتي ما بتعرفيش تظبطي مقادير الكيك. المقادير معايا بسيطة جدا يا جماعة وموحدة طبعا. الكوبايات معايا هنا كوباية ونص سكر، معايا كيس فانيليا، كيس اي عصير برتقان تانك او اي نوع انت بتفضليه، كيس بيكنج باودر، هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق عليهم رشة ملح، معايا 4 بيضات عشان انا النهاردة عاملة حجم الصينية كبير، معلقة خل، معايا كوباية من الحليب. ودي كل المكونات بتاعتي. النهاردة هشتغل في الخلاط علشان خاطر هتبقى سهلة وسريعة وعلى طول هتنجزي فيها ومش هتاخد منك اي وقت. ممكن تعمليها بايديكي باي مضرب سلك، بس الخلاط هينجز فعلا معاكي. في البداية هنزل عندي بكوباية الحليب، بعد كده هنزل بالاربع بيضات بتوعي. كل المقادير اللي انا بشتغل بيها النهاردة بدرجة حرارة المطبخ، يعني بطلع اللبن والبيض من التلاجة والسمنة كمان. وهنا معايا السكر، هنزل عندي بكوباية وربع او كوباية ونص من السكر. بعد خلاص ما نزلت بالسكر بتاعي هنزل على طول بالزيت والسمنة. معايا نص كوباية من الزيت وعليها معلقتين كبار من السمنة او من الزبدة الصفراء. ممكن تخلي الكيكة كلها بالزبدة الصفراء، ممكن تستخدمي زيت بس، ممكن تستخدمي كوباية الا ربع من السمنة بس. اي مادة دهنية موجودة عندك من التلاتة تقدري تستخدميها، ما توقفيش نفسك على حاجة. بس انا بحب اعمل ميكس كده بين الزيت والسمنة البلدي او الزيت والزبدة، بيديني نتيجة هايلة. ضفت معايا هنا معلقة من الخل، معلقة كبيرة من بودرة عصير التانج، ممكن تستخدمي فروتي مفيش مشاكل، انا بستخدم دي وبستخدم دي. وكيسين الفانيليا. هنا بقى بالنسبة للدقيق هضيف عندي كيس بيكنج باودر 16 جرام، الكيس طبعا كامل، وانا ضايفة في الاول عندي رشة ملح. الدقيق يا جماعة بأكد عليكم لازم يكون منخول كويس جدا، يعني ما تجيبيش الدقيق عندك من العلبة وتشتغلي بيه على طول، لا، نخل الدقيق هيساعد ان الكيكاية بتاعتك تطلع هشة جدا والمسام بتاعتها جميلة، وهتحسي ان هي هشة كده وطرية، مش هتكون مكتومة معاكي. ضربت المواد السائلة عندي في الخلاط بنفس الشكل. هبدأ بقى انقل الخليط ده كله عندي في طبق واسع عشان الكمية هنا مش هبقى اخده راحتي في التقليب. وزي ما انتم شايفين بستخدم المضرب السلك عندي، وهبدأ واحدة واحدة انزل بشوية من الخليط السائل على الدقيق، وبالمضرب السلك على طول هبدأ ان انا اخلط في اتجاه واحد وبسرعة بسرعة كده لغاية لما كل حاجة تبدأ تمتزج ببعضها. وقبل اي حاجه يا جماعه، اول ما بدات اشتغل معاكم في الكيك بدات ان انا اسخن الفرن عندي لغايه لما اخلص كل التحضيرات بتاعتي بتاعت صينيه الكيك، هيبقى كده عندي الفرن سخن. انا النهارده مجهزه الفرن عندي على درجه حراره 180. بعد خلاص ما هبدا ان انا اخلص صينيه الكيك زي ما انتم شايفين، انا هنا خلاص بنزل الخليط عندي من الطبق بتاعي في الصينيه. الصينيه تكون متبطنه طبعا بزيت ودقيق، او ممكن سمنه ودقيق اللي موجود عندك استخدميه. وبعد كده هبدا انزل بالخليط عندي زي ما انتم شايفين كده على الفرن على الشبكه 3/4 ساعه. هنا انا لسه مطلعاها حالا، ما اقدرش طبعا اقطعها خالص دلوقتي، هسيبها كده عندي لغايه لما تبرد، وبعد كده هبدا اقطعها واوريكم شكلها. كيكة الفانيليا كلنا ما بنقدرش نستغنى عنها، خصوصا ان احنا داخلين على مدارس، بتفطري بيها اولادك الصبح، تفطري بيها جوزك، ممكن عشوائية خفيفة او فطار خفيف جنب كوباية شاي او كوباية نسكافيه، حاجة بقى جميلة. انا هنا بوريكم شايفين شكل الكيك عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. مرتفعة جدا، اللون بتاعها من جوه فاتح. سبب فتحان لون او المسام بتاعه الكيك هي معلقه الخل يا جماعه اللي احنا ضفناها، نخل الدقيق. الحاجات دي كلها بتساعد ان الكيكه بتاعتك تطلع هشه ولونها فاتح، والتسويه بسم الله ما شاء الله مفيش اجمل ولا اروع من كده. اتمنى حقيقي الطريقه تعجبكم، سهله وبسيطه وسريعه، فرحي بيها اولادك حتى ولو مره واحده في الاسبوع. طبعا انا عارفه
معظم المقادير ممكن تكون غالية، بس صدقوني يا جماعة النتيجة حلوة جدا ومبهرة. وزي ما قلت لك لو حاولتي حتى تعمليها مرة واحدة في الأسبوع على قد ظروفك، وإن شاء الله هسيب لك كل مقاديري في صندوق الوصف. امشي على الطريقة اللي أنا عملتها بالظبط، بإذن الله بإذن الله هتطلع معاكي أجمل كيكة فانيليا هتاكليها في الدنيا. بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها النهاردة كيكة الفانيليا، ممكن تعمليها كيكة شوكولاتة، وإن شاء الله هعملها مع حضراتكم في حلقة جاية. واشوفكم على خير في رعاية الله.